فما أوذي بعدها. أخاطب الأمة كلها الآن وأقول: هل أنتم تاركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من تتطاولون على صديق الأمة، يا من تسيئون إليه، هل أنتم تاركون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله وتوقيرا لرسول الله وطاعة لأمره؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه. أرجو أن تتصوروا معي مكانة الصديق في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول والله لم يبلغ الصديق رضي الله عنه هذه المنزلة العالية التي يبشر فيها بالجنة وهو في الدنيا. أنتم مستوعبين الكلمة دي؟ حضرتك مستوعب الكلمة دي؟ بقول لحضرتك يبشر بالجنة وهو في الدنيا. رجل يأكل ويشرب ويعيش في الدنيا وهو على يقين مطلق أنه من أهل الجنة، لأن الذي بشره بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أنس، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فرجف الجبل، ارتج الجبل، وأحد جبل محب لرسول الله ويحبه رسول الله، أحد جبل يحبنا ونحبه، فرجف الجبل. فقال النبي له، وفي رواية فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله وخاطب الجبل وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فيبشره رسول الله بمرتبة الصديقية، وهي المرتبة التي تلي مباشرة مرتبة النبوة والرسالة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة والرسالة. وفي رواية الترمذي وغيرها، وفي رواية الترمذي وعند غير الترمذي أيضا بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، اسمع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. أولئك العشرة الذين بشرهم رسول الله بالجنة. وهناك من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة على هؤلاء الفضلاء. وددت أن لو وقفت مع كل من بشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في الجنة، أعجب لأناس يتطاولون على رجل حط رحاله في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أبو بكر في الجنة. أقول والله ما ارتقى الصديق رضي الله عنه إلى هذا المرتقى وما بلغ هذه المكانة إلا حين تم إيمانه واستوى على عرش اليقين يقينه، وحين لم يدع سبيلا من سبل الخير إلا وأسرع إليه كالريح المرسلة. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. دعك من الأماني، دعك من الأماني، بل ترجم حقيقة إيمانك في قلبك وحقيقة إقرارك بلسانك إلى عمل، إلى واقع. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان
وعمل بالجوارح والأركان. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لم يبلغ الصديق هذا الأمر إلا بإيمان وقر في قلبه وترجمته أعماله وأقواله وأفعاله وأحواله. نعم، يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. اعلم أن الأعمال تتفاضل عند الله جل وعلا بتفاضل ما في القلوب لا بكثرة الأعمال وصورها. نعم، بهذا سبق الصديق رضي الله عنه وتبوأ ذروة سنام الصديقية رضي الله عنه. بل أعجب أن الذي شهد له بكمال وتمام الإيمان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما في مجلس لا يوجد فيه أبو بكر ولا عمر، يقص النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وقع، فيقول: بينما راع يرعى غنمه إذ عدا ذئب على الغنم فأخذ منها شاة. رجل بيرعى الأغنام فهجم ذئب على الغنم فاختطف شاة من الغنم وجرى، فطلبه الراعي، يعني لم يترك الراعي الذئب يهرب بشاته، وإنما جرى الراعي وراء الذئب ليخلص شاته من الذئب. فقعد الذئب على مؤخرته ونظر إلى الراعي وقال له: فمن لها يوم السبع، فمن لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري، يوم ليس لها راع غيري. ذلك في آخر الزمان في عهد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حين تنزل البركة إلى الأرض وترعى الذئاب مع الأغنام، فالذئب يقول: فمن لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله، يعني تعجب الناس، ذئب يتكلم. اسمع ماذا قال الصادق: قال: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. الله 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 الله، حضرتك مستوعب الكلام ده؟ إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها فالتفتت إليه البقرة تكلم وتقول: إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا، وفي لفظ: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، أو إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولا يوجد أبو بكر ولا عمر. هل استوعبت معي حبيبي في الله وأختي الغالية هذه الشهادة الكريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ولا يوجد في المجلس الصديق ولا عمر. هذا إن دل فإنما يدل على أن الصديق رضي الله عنه قد تم إيمانه وتصديقه بكل ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هو الرجل الذي كان شعاره: إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. تاني، إنه الرجل الذي كان شعاره: إذا تأزمت الأمور وتشككت الصدور إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقد صدق. قالها يوم الإسراء، لم يتلعثم فيها ولم يتردد قط، لأنه استوى على عرش اليقين يقينه، واستوى على عرش الإيمان إيمانه، واستوى على عرش التصديق تصديقه. إنه الرجل الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة كلها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأحبة، قالها يوم الإسراء: إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. وفي يوم الحديبية نرى العجب العجاب، بل وقبل الحديبية نراه في الهجرة طيفا من الحنان وسحابة من الحب وعطاء، بل ونهرا